أنا كاتب عامل هنا اسم تاتو دانيا هنا. كريم فهمي خان مراته وعمل فضيحة قلبت مصر كلها، ومش بس كده، ده مش عاجبه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقال كمان أنا مش بتابعه وشايف إنه غلط. الممثل كريم فهمي أخو الفنان أحمد فهمي اتصدر الترندات وطلع في لقاء تلفزيوني وفتح دولاب أسرار حياته، ويا ريته ما فتح ولا اتكلم، لأن الكلام اللي قاله مش بيضرب في ثوابت الدين والحياة وبس، لا ده بيدمر كل حاجة في المجتمع. كريم فهمي كشف مفاجآت مدوية عن حياته الشخصية. قال إن المساكنة من غير جواز، ولو أنت مش عارف يعني إيه مساكنة فهي بالبلد كده العلاقة اللي غير شرعية. الفنان اتسأل في اللقاء عن موضوع المساكنة فرد وقال أنا بكره المجاهرة بالمعصية ومش بحب أظهر في توب الشاب المتدين، بس أنا زي ناس كتيرة عملت حاجات غلط ما أقدرش أقولها على الهوا، لكن وأنا في سن صغير جربت المساكنة، وأغلب الشباب كمان عاشوا التجربة دي. واضح كده إن كريم نسي إنه عايش في مجتمع شرقي مش في أوروبا ولا أمريكا، وعندنا دين بيمنع الكلام ده وبيعتبره حرام. كريم كشف كمان إنه خان زوجته دانيا رغم إن بينهم قصة حب ملتهبة، والبنت وقفت جنبه في بداية مشواره لما ما كانش في جيبه ولا مليم، وراح طلب إيديها من والدها وما كانش معاه فلوس ولا شقة، ورغم كل ده راح خانها مع واحدة حلوة عجبته وفضل يجري وراها ونسي مراته واللي قفشته، ومع ذلك كملت معاه وما طلبتش تتطلق زي أي ست غيرها ممكن تكون في نفس الموقف واللي ما كانتش هتقتله. الفنان ما اكتفاش بموضوع المساكنة والخيانة ودخل في الدين، وفعلا يا ريته ما اتكلم ولا جاب سيرة لأنه شكك في شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب. كريم فهمي اتكلم عن الإمام وقال أنا مش بتابعه ومش بوافق على أفكاره والفتاوى بتاعته، وأنا بقرأ في الدين كتير، والموضوع ده مخلي عنده أسئلة كتيرة زي ليه إخواتنا بيتعرضوا للقصف والكم ده من الوجع والألم. تقريبا كده الفنان دخل في سكة الإلحاد رغم أنه نفى يكون كافر بربنا عز وجل. فهمي اتقال عنه الفترة اللي فاتت أنه أكبر أخوه أحمد فهمي يطلق مراته هنا الزاهد، وأن الطلاق ده كان فيه شغل سلايف من بتوع زمان، بس كريم نفى أن يكون ليه دخل في الطلاق أو مراته، وقال أنا حاولت أصلح بينهم بس معرفتش، وكشف أنه مستعد يشتغل مع هنا الزاهد في أي عمل فني من غير مشاكل. الفنان اللي تصريحاته قلبت السوشيال ميديا وبقت حديث المواقع كشف أنه تعرض للصدمة بعد طلاق والده ووالدته، وما كانش مستوعب الموضوع من البداية، بس بعد كده اتفهم وعرف إن مفيش فيهم حد صح ولا حد غلط، وقدر يتعايش مع جواز والدته واعتبره طبيعي. وبعد التصريحات الغريبة دي لازم تعرف إن كريم فهمي بيروح لدكتور نفسي واعترف بده على الهوا، وقال أنا مش محرج ومش بعمل حاجة عيب ولا حرام، وكشف كمان إن نفسه يشتغل مع كبار نجوم السينما المصرية زي كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا. كريم فهمي خان مراته وعاش المساكنة فترة طويلة ومش عاجبه شيخ الأزهر ولا آراءه، فيا ترى إيه اللي قدمه كريم فهمي للمجتمع واللي بيحاول يهدم الثوابت اللي موجودة؟ وإنت إيه رأيك بقى في تصريحاته وأفكاره؟ يا ريت تقول لنا.